من جديد الجميع تخطى النقاش حول أسباب الخسارة لريال مدريد أو حتى تذبذب المستوى من لقاء إلى آخر. الحديث عن مثل تلك التفاصيل هو أشبه بالشخص الفاقد للعقل، وفي كل مرة يكرر نفس العبارات والجمل. الكلام في التخبطات أصبح ممجوج ومثير للشفقة. الآن في مدريد حزبين، الأول يلتمس الأعذار لزيدان ما بين الإصابات والظروف الاقتصادية وعدم شراء اللاعبين، وبأن المدرب يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في سنة استثنائية ناهيك عن البطولة التي حققها الموسم الماضي أو البطولتين. وفي الطرف الآخر حزب لا يجد أي عذر لزيدان، بل يصب كل اللوم عليه بسبب الاحتفاظ ببعض الأبقار المقدسة التي زاد وزنها وقل عقلها. بين هذين الحزبين نريد الحديث بوضوح وتحديدا مع من يدافع عن زيدان ويلتمس له الأعذار، ونريد الإجابة على السؤال التالي: هل الفريق مع اكتمال الأسماء كان يقدم كرة قدم وخطة واضحة؟ وهل الفريق كان بالأساس يحقق نتائج مقنعة وهو مكتمل الصفوف؟ الريال سجل فضائح وخسائر مخجلة وهو مكتمل، خسر في الدوري والأبطال بنتائج لا يستقبلها فريق هاوي. التماس الأعذار بسبب العناصر هو أقبح من الخسارة نفسها. مشكلة زيدان أصبحت مفضوحة، وقد أشار إليها في المؤتمر الصحفي الأخير، غير قادر على شحن اللاعبين، وهذا ليس خطأ اللاعبين بل خطأ المدرب نفسه. هو من أبقى على إسكو وعلى مارسيلو، وهو من رمى يوفيتش في الاحتياط ومعتمد بنسبة 100% على كريم. لا يمكن أن تتخيل بقاء مارسيلو في الفريق. لو أبقى غاريث بيل في مركز الظهير الأيسر لقدم مستويات أفضل بكثير من البقرة البرازيلية. لو أبقى خامس بدلا من إسكو لقدم مستويات أفضل بمليون مرة من هذا الإسباني الذي تحول إلى بطريق. هذا على سبيل المثال من الأخطاء وليس الحصر. مدرب البايرن ديتر فليك أتى لفريقه متأخر في الدوري ومتهالك في النتائج، وفي أيام بسيطة حول تلك الأسماء وهذا الفريق إلى وحش أوروبي كاسر آكل الأخضر واليابس. هو لا يمتلك عصا سحرية، هو فقط لديه شخصية ويشرك من يستحق. نظام الحفاظ على مشاعر الأبقار المقدسة غير موجود لدي الألماني. بالتالي هنيء للريال بتلك النتائج وهنيء لزيدان بتلك الأبقار. الشيء الوحيد الذي يشفع لبقاء زيدان حاليا هو أن المنافس التقليدي برشلونة متراجع، ولو كان متقدما وفي الصدارة لضرب بالأحذية من الأسبوع الثالث. بكل أسف الطرد مسألة وقت ليس إلا، وهي النهاية التي لا يريدها الجميع.